مساء الخير. حابة أتكلم معاكم بوضوح شديد جدا عشان نختصر الموضوع. إن شاء الله بإذن الله في أخبار حلوة قوي هتحصل قريب هتسمعوها عني، بس بعيدا عن أي حاجة كانت في حياتي، عشان بعد إذنكم ما بحبش إثارة الجدل في الحتة دي لو سمحتوا. يعني أنا مش حابة ده. تاني حاجة، في أكاونت على الفيسبوك الموضوع ده مسبب لي إن الناس في كومنتات ولاد ذكور وناس كومنتات الفيسبوك جات لي على التيك توك فجأة. طب ليه جات لي يا سما الشتايم دي؟ وليه اكونت فيسبوك عامل لي صفحة وجايبة رقم على اساس ان دي انا، وان انا برد وبلقح انا والشخص مثلا اللي كان في حياتي. المشكلة ان ده لا هو اكونته ولا هو بيلقح عليا، ولا ده اكونتي ولا انا بلقح عليه. في اكونتين على الفيسبوك معمولين بيردوا على بعض، وده ولا اكونتي ولا اكونت، واحنا ملناش اصلا اي صلة ولا وصل ببعض تماما. فلو سمحتوا بعد اذنكم، انتوا بتخربوا عليا حياتي. يعني انا دلوقتي لو قررت اشوف حياتي انتوا بتخربوا لي عليا حياتي، وانا اهلي من الناس بتاعه الدقه بتاعه زمان، فهم يعني هم ده قديمه، يعني بيفكروا بتفكير قديم، فمش مقتنعين ان دي مش صفحتي، وفاكرين ده انا وده انا اللي بنزل. فانا عن نفسي مش هعمل ابلاغ واقفل لك الصفحه بيني وبين لا، انا هنزل الفيديو ده والناس كلها هتدخل تعمل ابلاغ على الصفحه دي. انا ما عنديش ولا صفحه على الفيسبوك ليا، انا صفحتي الفيسبوك الوحيده برايفت، هي بتاعتي انا واهلي، يعني فيها في الفريند عندي اهلي وقرايبي، ما عنديش حد تاني. فلو سمحتوا، انتوا عاملين لي مشاكل في حياتي ودي مش حاجه صح، وكفايه عشان انا ما استاهلش منكم اي شتيمه. انا عمري لا طلعت حرضت بناتكم ولا مراتاتكم ولا خطابكم على حاجه غلط، او ان لو حد بيتابعني منهم حرضتها انها تتصرف تصرف وحش، ولا طلعت عمري نصحت نصيحه غلط ولا اعملي وسوي. انا ماليش في ان انا اتكلم، وماليش في ان انا انصح الا لو انا فعلا عن تجربه بنصح بيها، ولا عمري انصح حتى حد يقلدني في طرحتي حتى لو انا ده ستايلي حاليا. لا، عشان انا عارفه ومتاكده ان انا مش هقلع حجابي عمري، وهرجع اغطي شعري تاني تماما. فكلنا بننتكس، لكن عمرنا ما هنرجع لدرجة ان احنا نقلع الحجاب، عشان ده فرض علينا ربنا فرضه. فلو سمحتوا ما تفضلوش تردوا وتكتبوا الكومنتات دي وانتوا ما تعرفوش اللي قدامكم بيتأذي منها قد ايه. وانا عن نفسي ما اعرفش نوايا الاشخاص القريبة مني، ما اعرفش مين بيتمنى لي الخير ولا الوحش، وما اعرفش نوايا الشخص اللي بيتفرج عليا من شاشة التليفون، ما اعرفش هو حاببني بيكرهني ايا كان هو ايه. بس انا اللي عليا عملته، والموضوع كده بالنسبه لي يعني انتوا افورتوا فيه قوي. واكونت الفيس هو السبب الرئيسي ان انا اعمل الفيديو ده. اكونت الفيس اللي بينزل ده مش انا، ولا اكونت الفيس اللي هو بتاع الشخص اللي كان في حياتي ده مش اكونته برضو. مش بدافع عنه، بس انا بتكلم في كلمه حق، ده مش اكونت ولا اكونتي، مش اكتر ولا اقل. فلو سمحتوا بعد اذنكم نكتفي بده، عشان لو هو في حياته حد وانا في حياتي حد، كل واحد يشوف حياته. اللي انتوا بتعملوه ده مش احسن حاجه. وشكرا.